مش عايزين تخرجوا بره القاهرة أو تسافروا، عايزين مكان جوه القاهرة نقضيه مع عيلتنا، يكون كامل، فيه حمامات سباحة، فيه سينمات، فيه كيدز اريا. تعالوا المكان ده هيورينا كل ده، تعالوا بينا نشوف. يا مساء الفل عليكم. بعد التفاعل الرهيب اللي حصل في دار الوقود، جينا النهارده عشان نصور لكم مكان مشابه ليه جدا. طبعا دار الوقود كان عليه الفتره اللي فاتت بسببكم طبعا وبسبب مجهودنا ضغط كبير قوي، سواء على الشاليهات او على المكان كله او على التليفونات، كانت مشغوله طول الوقت. فجينا النهارده عشان نصور مكان مشابه، لان ناس كتير قوي عجبها الفكره وعجبها المكان. احنا النهارده في نادي الجلاء، ده على صلاح سالم. هنا عباره عن مجمع الجلاء، في مستشفى وفي نادي وفي سينمات وفي كل حاجه، يعني مكان متكامل زي ما احنا وعدنكم كل مره بنعمل كده. انا جيت النهارده النادي عشان عجبني قوي وقضيت فيه يوم، وحبيت انقل لكم تجربتي عنه. تعالوا نشوف. تعالوا بقى افرجكم شكل الشاليه عامل ازاي. الشاليه ده بياخد فردين كبار وطفلين. الشاليه عبارة عن سريرين، وممكن يبقى سرير واحد كمان كبير، وفي كمان تلاجة ميني بار صغيرة للناس الكتير اللي سألت عليها، وفي كاتل، وبيبقى فيه نسكافيه وشاي وحاجات فري لأول مرة لفردين. وعندنا شاشة ودولاب. وتعالوا نشوف التويلت بتاع الشاليه. وكمان الشاليه ده بيبص على حمام السباحة. اول ما بتطلع بتلاقي البول في وشك. شوفوا البول قوي. وده كمان نوع مختلف من الشاليهات. تعالوا نتفرج. الشاليهات دي كلها بول فيو، وهتكون متاحة من 1/10/2020. ودي بتبص على بول كبير قوي اولمبي، بس مش هيبقى متاح غير 1/10/2020. برضو فيها ميني بار وفيها كاتل. ده فيها 2 ميني بار، فيها 2 ميني بار وفيها كاتل.